مغنية البوب المشهورة ليدي جاجا وجود أي خلافات مع النجمة الأشهر في مجال البوب مادونا، وقالت إن مفيش أي مشكلات بينها وبين مادونا. وبداية الخلافات بدأت لما سئلت مادونا عن ليدي جاجا فقالت ليدي مين، وبعد كده وصل الموضوع ده ليدي جاجا وكان ليه تأثير سلبي عليها لدرجة إن هي قامت بطرد مصمم الرقصات الخاص بيها، لأن هو بيقول لها أنا عملت منك نسخة تانية من مادونا. الحقيقة إن مادونا كمان اتضايقت جدا لأن أغنيتها الجديدة أعطني كل حبك تم تسريبها عبر الانترنت، وقالت ان معجبيها ومحبيها اكيد ما عملوش كده، وشاورت من بعيد ان ممكن تكون السبب في ده ليدي جاجا او محبي ليدي جاجا. ورغم كل المشاكل دي ليدي جاجا بتنفي وجود اي مشاكل، وبتقول دايما في كل مقام ومقال ان مادونا مدهشة ورائعة جدا. بدأ مؤخرا الفنان محمود البزاوي في تصوير مسلسله الجديد حفيد عز، واللي هيشترك في بطولته مع الفنان المشهور أشرف عبد الباقي والفنانة مريهان وعدد كبير جدا من الفنانين والفنانات. الإخراج لمايكل بيوح، أما التأليف لجوزيف فوزي، والإنتاج للمنتج إيهاب حبيب. دي مش كل الأحداث الفنية اللي في صعيد الفنان محمود البزاوي، كمان هيستأنف تصوير فيلم المصلحة مع الفنان أحمد السقا، وهيشارك فيه بدور جميل جدا ومغير. نرجع بقى لدوره الأساسي في حفيد عز، بيقوم بأداء مخرج فاشل لا يجيد أداء عمله، وكل محاولاته ان هو يبقى مخرج بتبوء بالفشل. طبعا احنا بنتمنى المزيد من النجاح والتوفيق لفناننا محمود البزاوي. فرقة ناجي عطا الله، المسلسل اللي كلنا كنا منتظرينه في رمضان اللي فات، هيخرج للنور بعد فترة، لأن هم بدأوا يستأنفوا التصوير فيه مرة أخرى، وعرفنا أن أيام تصويره الأولى كان بيعوقها بعض المشكلات نظرا لظروف الثورة. بعد كده المنتج صفوت غطاس قال أن هو استخرج كل التصاريح اللازمة من وزارة الداخلية علشان يستكملوا فرقة ناجي عطا الله بطولة الزعيم عادل إمام. والحقيقة أن هم هيبدأوا ببورسعيد، وبعد ما ينتهوا من تصوير مشاهد بورسعيد هيبدأوا بمشاهد العريش اللي هيكون فيها فناننا عادل إمام، وهننتظره كلنا في رمضان اللي جاي مع فرقة ناجي عطا الله. دلوقتي يا راجل زكريا اكيد هم عرفوا انا ابقى مين. لا ما عرفوش، انما بيشكوا. طيب ولازم يتاكدوا اذا كنت انت خدعتهم ولا لا. يبقى هيقرروني؟ لا مش هيقرروني، هم هيقعدوا يتحايلوا عليا ويبوسوا دماغي عشان اقول لهم ان انا ضحكت عليهم، ويقولوا لي ميرسي قوي يا جمعه اتفضل روح. لا يا جمعه، هيحطوك تحت جهاز كشف الكذب.